بكتاب التاريخ الصف السادس الإعدادي لقيت هاي المعلومة اللي تقول إنه بمعركة الشعيبة اللي صارت بين العثمانيين والبريطانيين بعد ما اندحرت القوات العثمانية بمعارك البصرة والقرنة، فانسحبوا باتجاه منطقة الشعيبة اللي تكون على خط واصل بين الفرات الأوسط والناصرية. فهنا المراجع الدين بالعراق أصدروا فتاوى جهاد للعراقيين بالوقوف مع العثمانيين بالضد من الإنجليز المحتل الكافر. فهنا تجمعوا العراقيين عربا وكردا بقيادة السيد محمد سعيد الحبوبي والسيد محسن الحكيم ومحسن الشلاش اللي يتبرع بجزء من أمواله دعم لحركة الجهاد. هنا المعلومة يقول أنه أحد القادة السيد محسن الحكيم، بينما أنه السيد محسن الحكيم مواليد 1889، وبهاي المعركة اللي صارت سنة 1915 يعني عمر السيد 25 إلى 26 سنة وكان طالب حوزة. فأنا من خلال قراءتي لكل المصادر عن دخول الإنجليز العراق ومعاركهم مع العثمانيين وإلى آخره وحركة الجهاد، ما لقيت ولا كتاب أو مصدر يذكر أنه السيد محسن الحكيم كان أحد قادة الثوار أو قادة المعارك. فهنا أكو مشكلة. نعم الكل يذكر أنه السيد محمد سعيد الحبوبي هو كان قائد لحركة الجهاد. ليش؟ لأنه كان مرجع وشاعر معروف وإلى آخره. لكن السيد محسن الحكيم ممكن أن يكون شارك في هاي المعارك كجزء من حركة الجهاد كطالب حوزة، لكن أن يكون كقائد هنا ماكو أي معلومة تذكر هذا الشيء. فإذا كان الموضوع حقيقي فأنا أتمنى أن تساعدوني وتذكرون أي مصدر ممكن تعرفونه. أما إذا كان الموضوع مو حقيقي، ما ذنب الطلاب أن تنفرض عليهم معلومات ويحفظوها ويدرسوها ويمتحنون بها ويجاوبون عليها، بينما هي ممكن تكون دعم لجهات. هنا مشكلة. طبعا للعلم أنه هاي المعركة انتصر بها الإنجليز، وعلى أثرها القائد العثماني سليمان العسكري أصاب نوبة وبعدين انتحر. فشوفوا لنا شنو الموضوع.